مرحبا أحبابي الغالين، واليوم حبيت أسوي حلويات زنود الست. ومثل ما تشوفون هاي الشيرة خليت خمس أكواب سكر، وهاي شوية لمندوزي حتى لا تشكر عندي الشيرة، وهاي داخوض بالسكر حتى يذوب تماما. وهذه دهن الحر الأصلي، هذا دهن الحر الأصلي أستخدمه بالحلويات دائما، يعني يجنن. كريمة الحلويات ضفتها على النشا والطحين، خاشوقتين نشا 3 خواشق طحين، وهذا الحليب المركز ثخين هماتين خليته دا أسوي قشطة. وهاي الدهن الحر ضفته على الشيرة حتى ينطي نكهة للزنود الست. ومثل ما تشوفون هاي دا أخلط الكريمة القشطة حتى خليها للحلويات مالتنا زنود الست. وشوفوا شلون لازم تعقد وتصير كلش ثخينة. هاي مسحنا الصينية، ضفنا لها ورق زبدة حتى لا تلزق، مسحناها بالزبدة مثل ما تشوفون، بالزبدة مو بالدهن الحر، لا بالزبدة، ودهن الحر فقط بالشيرة، وهذا دهن حر. شوفوا أحبابي سويناها على شكل زائد، وضفنا والشيرة ضفنا الكريمة القشطة ولفيناها بهالشكل. قسطة حلويات، والله مو بس حلويات حتى أكلات. هاي خلصت الصينية وخليناها بالفرن، الحمد لله والشكر. زين عيني، ومنها شوية احمرت ذبينا عليها الشيرة. طبعا الشيرة دافية، دير بالكم حارة. زين عيني، دي شوفوا شلونها صارت، ورجعناها للفرن حتى تاخذ لون، ريحتها تجنن. وهاي طلعناها من الفرن ورشينا الفستق حلبي عليها. وهاي خلصت وقدمناها وهي القهوة. والله طريقة حلوة وسهلة، وإن شاء الله تقدموها لعوائلكم بشهر رمضان الكريم. ما باقي شي إن شاء الله. لازم هالفترة شوية نقطع الحلويات حتى نشتاق بشهر رمضان، نكون متعطشين إلها، بس ما نجوز إلا يشتهون بالبيت، وإحنا هم بعد ما نقدر، يعني متعلمين، بس لازم شوية نخفف حتى قبل رمضان إن شاء الله. هالحلويات هاي نسويها إحنا وياكم، وعلى كل الطرق، العراقية والسورية والأوروبية بكيفكم. وإن شاء الله خير، وكل عام وانتم بألف خير. تحياتي إلكم، باي باي.